السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة لسه ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. بصوا بقى كده، انا رجعت من الشغل مستعجلة جدا 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 وعايزة اخلص بسرعة عشان رايحين كاتب كتاب. فايه قلت اعمل ايه؟ مش عارفة اعمل ايه بسرعة، فقمت جايبة كيسين مكرونة، قمت جايبة البرجر، فراخ برجر دوت عامة. من برضو مش جديدة، طلع برضو حلو جدا، بس للأسف جبته حراق عشان ما كانش فيه بارد، فقمت جايباه خالص. قلت أمر إلى الله، بس طلع حراق جدا، بس كان حلو الصراحة، بس مش حلو للعيال. بس شايفين البص الواحدة كانت حلوة كبيرة، يعني كل واحد خد قطعة واحدة بس. قلت بقى بسرعة بسرعة كده، ومحمرة شوية المكرونة في السريع، وقال لي البرجر ده مش هياخد مننا وقت. احط بقى معلقه سمنه وشويه زيت، وشايفين بقى البوتاجاز مبهدل ازاي خالص يعني. الدنيا عندي كانت مكركبه جدا جدا يعني، بس قلت ايه، ننجز بس وقتنا كده عشان نلحق نروح الكتاب دوت ونحضره و... وبعد كده نبقى نشوف اي حاجه تانية تعمل يعني. هنحمر بقى المكرونه دي بسرعه كده، افضل اقلب فيها لحد ما تاخد اللون بقى. انت عايزاها غامقه خالص غمقيها، عايزاها فاتحه شويه، انا بحبها فاتحه، بس للاسف المره دي غمقت مني، ما بحبهاش تبقى غامقه كده خالص، بس غصب عني بقى غمقت مني. هو انا اللون ده كان حلو، بس معرفش ايه اللي غمقها قوي كده. فكركم الصلصه اصلا حطيت فيها معلقتين صلصه، هتشوفوا دلوقتي. بعد ما حمرتها نزلت بقى بمكعبين ماجي دوت، وهننزل بقى بشويه فلفل اسود وشويه ملح، وشايفين البراد، والدنيا نيله 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 يعني. ان شاء الله ان شاء الله هعملها باذن الله. وهنجيب بقى معلقتين صلصه كده من بطرمان. انا بص من كتر الصربعه حطيت المعلقه اللي بقلب فيها جوه البطرمان، يعني غالبا ممكن البطرمان ده يبوظ لو ما خلصتوش بقى على طول. وغرقت بقى ميه في الكتل، نازله بقى بيها على طول. شايفين العين بقى؟ بصوا شايفين النار هبت ازاي مره واحده كده، عماله تطلع نار اهي. لو خدتوا بالكم منها مرتين. العين اللي جنبيها التانية مفتوحه. ولسه بقى كنت احط فيها الطاسه، قلت قبل ما احط الطاسه فيها الزيت عشان الميه ما تطرطش عليها لو حطينا، وجيت بقى ولعت النار والزيت عليه ميه يعمل بقى مصايب يعني لا قدر الله. بس كده حطينا الميه، هتبدا تغلي، هنغطيها وهنسيبها. اول ما تغلي كده غلوتين حلوين نقوم موطين عليها ونسيبها لحد ما تستوي. هنا بقى بدأنا ان احنا ايه، نقليه، وندي برضو المكرونه تقليبه كده، وايه نحركها من بعضها. قلت اعمل بقى شويه طحينه، اي حاجه جنبيهم يعني. لقيت اخر البطرمان، طبعا مش هنجيب طحينه تاني، عشان كل حاجه غليت طبعا زي ما انتوا عارفين، هنجيبها بس مش ايه زي ما كنا بنجيب بالعبيط الاول يعني. فالبطرمان عشان اخره، فلزقت بقى من تحت، بحط لها شويه ميه سخنه مغليه برضو من الكتل، واحط لها شويه خل وارجها. بس انا اتغبيت، مش عارفه كنا حطيت ميه سخنه بس، انما حطيت خل بردها تاني، برد الميه. هنجيب بقى الغطا، نقوم ايه رجين البطرمان كويس، هرجه بقى كده لحول ان انا ايه افك كله من بعضه ان شاء الله. وحطيت ما عنديش بقى توم باودر، فقمت حطيت معلقه توم مفروم من الفريزر، وهنزل بقى عليها بالطحينه اللي انا فرمتها. شايفين شكل البطرمان مبهدل ازاي؟ هي كده برضو تقيله، هنزود لها شويه ميه، ونحط لها بقى شويه الملح، شويه كمون، شويه شطه صغيرين. برضو حاجات الملحات دي فضيت، كل ده عايز يتملي. المطبخ الصراحه عايز تروق عليه يعني. نحط لها بقى شويه شطه، ونقلب بقى، نقلب قلب 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 كله في بعضه. بس كده يا حبايبي، حضرنا بقى الايه الغدا السريع دوت. قلبت لك التليفون بقى الفه معايا، بتهيألي حمار اغمقك كده من الصلصه يعني اكيد. كده الاكل بقى معانا خلاص جاهز، هنبقى هنخش بقى نلبس على طول على طول، ونبدا ايه ننزل طريقنا، ونشوف بقى هنعمل ايه بره ان شاء الله. وبكده يا حبايبي اكون خلاص لبست بقى الطقم الحلو دوت، واللي خدت الشنطه دي. هنبدا بقى نتحرك، وفريده وسليم كمان لبسوا. هننزل بقى نروح الفرح. كتب كتاب، هو مش فرح
عقبال يا رب كل البنات، ربنا يا رب يفرحهم يا رب ان شاء الله. يلا بقى بينا ننزل ونشوف هنعرف نصور في الشارع ولا مش هنعرف، يا رب نعرف نصور. وحطيت مونيكير شايفين. انا حاطه ان شاء الله هرجع بقى اشيله على طول عشان الصلاه. يلا فريده كمان وسليم لبست. على فريده وسليم لابسين ايه من غير خناقه. بصوا بقى فريده لبست الطقم بتاعها اهو. لفي يا فريده وريهم شكل الطقم بتاعك جميل. وسليم برضو. اوبا واحده براويزه. اوبا كده احنا خلاص جاهزين، هنبدا بقى ننزل ويلا بقى تعالوا معانا. يا رب يكملهم على خير. هنا بقى كنا خلاص بقى روحنا وفصلنا وكانوا بقى طبعا جاعوا بالليل، فمبقتش عارفه اجيب لهم ايه، فرحت جبت لهم كشري. شايفين شكل سليم عامل ازاي؟ خلاص بقى مرهقين وجعانين جدا، مش عارفين بياكلوا ازاي اصلا. يا رب يكون بقى الفيديو بتاعي النهارده ممكن مش هادف ولا حاجه، بس حبيت اشارك برضو معاكم النهارده. يلا بقى دوسوا لي لايك لو لسه ما دوستوش على اللايك، واشتركوا لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد.